الفكرة كلها إن حياتك في جيناتك، فسبحان الله زي ما يكون ربنا عامل كتالوج جوه الخلايا بتاعتنا. الكتالوج ده فيه مسار حياتنا بطريقة أو بأخرى، إيه الأمراض اللي ممكن نتعرض لها، المشاكل الصحية على وجه عام، إذا كان في وراثة في العيلة ولا لأ. والجينات هي عنصر مهم دلوقتي جدا في التشخيص. يعني دايما حتى بقول للطلبة بتوعي في الطب أصعب حاجة في الطب هو التشخيص مش العلاج. والتشخيص زمان أول ما كان في تشخيص زمان في بدايات الطب في الأول خالص كان من المظاهر الخارجية للمرض، ما كانش حد بيعرف التفاصيل بتاعت المرض بتحصل ازاي. وبعد كده لما ابتدى يحصل تطور في الطب بدأوا يبصوا على العضو مثلا الكبد القلب كحاجة كاملة إذا كان في مشكلة، وبدأ يطلع فيه نظريات. لما تقدم الطب أكتر بدأ يبص على مستوى الخلية، لأن اللي بيحصل على الخلية بصورة مؤكدة ان هو بينعكس على اداء الاعضاء البشريه سواء الكبد ولا الكلى ولا القلب. ولا 20-30 سنه اللي فاتوا بدا التركيز على الجينات اللي هي كان فيه قبل كده كروموزومات وبعدين الجينات بتاعتنا موجوده على الكروموزومات بتاعتنا، وكل جين من دول له وظيفه محدده مسؤوله عن يا بينتج هرمون يا بينتج بروتين معين مسؤول عن انقباضات القلب، يا بينتج بروتين مسؤول عن انقباضات العضلات، وظائف الكلى. فمن خلال الجينات نقدر ان احنا نتنبأ بالامراض، نقدر ان احنا نشخص الامراض، نقدر ان احنا نتنبأ بالاستجابة للعلاج. فبالتالي حياتك في جيناتك.